صباحو. يسعد الصباح يا أكابر يا فخامة. هاي اليوم السادس من الصحيان الساعة 45. صار عندنا هلا أزمة جديدة إنه كيف بدنا نساويها 5 ما عم تزبط على 5. بس لا هي المشكلة بالنوم. قلت لكم امبارح إنه اكتشفت إنك موضوع تطفي التليفون وتنام ما إنه موضوع سهل أبدا أبدا أبدا. بدنا نظبط النوم، بدنا نظبط الفراغ، خصوصا إنه الشيء اللي عم سويه الصبح كتير بده تركيز يعني. فأنا إذا صحيت 5 لبين ما ركز وفوكس أموري تقريبا صارت 5:30. هلا بهالحالة هي عم يروح من 3 ساعات الصباحية عم يروح منها أقل شي ساعة. حالة هي الأخيرة فبدنا نظبطها إن شاء الله. بس لا بشكل عام رواق. نحن مثل ما عندنا كبسة زر إنه والله يلا صرنا نصحى أوكي بدنا فترة مشان الساعة البيولوجية تتغير. امبارح كنت عم سوي متي بالمطبخ بالليل، ففي ابن صاحب البيت اللي أنا مستأجر فيه مسجل نادي صار له شهر تقريبا، عم يخلينه خليل بس عم فكر يترك النادي اللي أنا فيه. قلت له ليش شو القصة؟ قال لي يا أخي ما عم بحس بتحسن، هاي صار لي شهر وشوي وجسمي مثل ما هو ما كتير تغير، ما تغير ما حسه تغير، فشكله مثل قلته بلا. قلت له هيك رأيك؟ قال ايه والله. قلت له ما شفته تغير؟ قال لا. طيب هلا السؤال إذا جبنا نحن شجرة صغيرة، شجرة نبتة صغيرة وزرعناها هون جنب البيت جنب البناية وكل يوم يجينا نطلع عليها يعني حسها شي متغيرة؟ قال لا. قلت طيب اوكي إذا زرعناها وتركناها شهر ورجعنا عليها يعني حسها متغيرة؟ طلع فيني هيك صفن فيها شوي. قال لي ايه اكيد بتكون طولاني شي 5 سنتي 10 سنتي. قلت له ها انت لانك عم تشوف حالك كل يوم عم تراقب حالك فما رح تحس بتغيير. هي اولا. ثانيا انت اول مرة بتلعب رياضة بتلعب حديد يعني فشي طبيعي جسمك ما ياخذ مباشرة لبين ما تتغير الفيزيولوجية تبع جسمك على انه لازم تبني عضلة لانك انت عم تحمل عليها جهد زيادة وبلش بقى تغير نمط الامتصاص والحرق تبع جسمك وهي الشغلات كلها. بعدين نفس موضوع الشجرة تماما. طلع فيني هيك قال لي خلص انا بكره حترك النادي. هلا والله العظيم حياتنا كلها بسيطة الامور يعني نمر فيها كلياتها بسيطة، بس نحن دائما لما بيكون الموضوع بخصنا يعني هلا انا لو انا محله يمكن كنت اخذ قرار مثل انه خلص راح اترك. لما يكون الموضوع بخصنا بكون مغلف بالمشاعر ومغلف بالامور وبكون مدري شو مغلف بتجارب سابقه وهيك فما بنعرف نقيم الموضوع صح. ترى حتى اللايف كوتش نفسه ما تفكرون والله اللايف كوتش اذا عم يحكي مع العالم ومحاضرات معناتها هو حياته ماشي بيرفكت 100%. لا هو عم يحكي قوانين، عم يحكي شيء مكتوب من كتب، عم يحكي نتيجة تجارب معينة، بس ما معناها انه هو 100% مطبق كل شيء وانه هو حلم ودريم ومدري شو يا ريت يصير مثله. هو بني ادم طبيعي بس بيعرف يتحكم بنفسه اكثر من بني ادم العادي. ونحن نفس الشيء بنعرف الصح، كلنا بنعرف الصح، كلنا بنعرف انه اذا قعدنا على التيك توك 3 ساعات بالنهار هذا غلط، كلنا وبنعرف نقول للصغار او لرفيقنا او لحدا عم يسالنا، بس لحالنا بصير نتخبى ورا اصبعنا، نحط اصبعنا ونتخبى وراها. مثل اللي بيكون لازمه حمام وريحته بشعه بيروح بيجيب قنية العطر حجي روح تحمم عطر ما راح ينفع معك. هكذا طولت اليوم ايه؟ لا لسه ما طولت 4 دقائق ونص. يلا الله يسعد صباحكم يا رب. السلام عليكم.